اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الديفندر. ويمكن النهارده عندي ضيف صديق اهلاوي سئيل سئاله. بالمناسبه يا جماعه ماجد هو اللي بيطلع يعمل فيديوهات معايا بتاعت مينا بقول لك ايه وانا في الحمام والحاجات دي. عامل ايه يا بيجو؟ ايه الفل؟ انت الاخبار؟ كله حلو؟ كله زي الفل. فالنهارده جاي انت قلت لك يعني احنا محتاجين نجري عشان ماتش الزمالك كمان ساعتين بالظبط. انت ولا 3 تجري ساعات. انا اقعد اتفرج عادي. لا ايه اللي هيوديني؟ خليك انا جاي لك بتشيرت الاهلي فاهم، بس ما ينفعش انزل بيه في الشارع النهارده. ايوه النهارده بالذات اصلا في محيط الاستاد حفل عليا. فتعالى نبدا. ماشي. بالنسبه لي شايف يمكن انا امبارح كنت في تمرينة الزمالك وكانت مع كابتن عبد الناصر محمد وقال لي انا عندي كارثه. قلت له ايه يا كابتن؟ بيقول لي الماتش صعب جدا والناس كلها شايفه ان الزمالك الفاينل. يعني هو بيقول لي الماتش صعب اصعب من الجزائر، وكل الناس حتى بيتكلم مع اللعيبه في اوضه اللبس في الاوتيل في الفندق في كل حته بيقولوا الماتش صعب جدا. الماتش صعب بلاش نخش في مود ان الزمالك في الفاينل. الزمالك عنده ماتشين، ماتش بلوزداد وبعده بيراميدز بعده الاهلي. الماتشين دول يا تاخد كل حاجه يا تبقى صفر حرفيا، تبقى موسم صفري. لانه انت لو ما كسبتش بيراميدز خلاص الاهلي هيكسب ماتش اللي هو يلعبه وهيجي يلعبك ممكن لا قدر الله عنده معنويات. لو كسب الزمالك فرق ال5 نقط بقى وفرق نقطه زياده الاهلي اول. فهو عايزك تخسر، ولو ما كسبتش بلوزداد او حصل حاجه لا قدر الله انت مش هتلعب فاينل. البطوله اللي هتدخل لك 5-6 مليون دولار، اللي هتوديك سوبر افريقيا اللي من قبل ما تلعبه تاخد لك $1.5 مليون، اللي انت اصلا محتاج الدولارات دي كانت نص مليار جنيه. بص انا هقول لك وجهه نظري. لو الزمالك اتعامل مع نظريه انه الماتش ده تحصيل حاصل وانا كسبان خلاص وجايب جون هناك في الجزائر والدنيا حلوه، يبقى خلاص كده الموضوع خلصان وبايظ. يعني مش هتكسبه ومش هيعدي ومش هيحصل اي حاجه. لازم يتعامل مع موضوع ان هو حياه وموت. يعني ايه حياه وموت؟ زي ما انت قلت، هو انا لو كسبت الكونفدراليه هاخد لي بتاع 5-6 مليون، هيزقوني واعدي بقى ايقاف قيد واعدي مشاكل وعبث كتير قوي بيحصل. انت ما عندكش دكه تامنك. صح. انت لو انت كنت خايف على بيزيرا لما كان بيقول لك ان هو احتمال يكون مصاب فهينزل جزء من الماتش او هينزل الماتش كله بعدين نخرجه بدري. طب وليه؟ يعني ليه اخاطر؟ انت محتاج لعيبه، انت لازم تكسب بكره يا قاتل يا مقتول. فلو اللعيبه النهارده تحط في دماغي عارف انت كانك خسران لك واحد او متعادل 0-0 لازم تجيب جول. كان هو ده الماتش ده، هو ماتش كاس وهو ده الماتش لوحده. يعني هو ده انت النهارده لو كسبت تاخد البطوله، هتروح بال5-6 مليون بس خلاص. هات جون يا باشا ونام عليه بقيه الماتش مش مشكله. بس المهم انت ما ينفعش تعدي من اليوم بتاع النهارده ده، لان لو انت خسرت النهارده كل سنه طيب انسى ولا دوري ولا يحزنون ولا اي حاجه. انا بحاول اقولها بس بقلب كده. لا ما تقولهاش بقى عشان باذن الله يا رب الزمالك ياخد كل حاجه. يعني بص انا ما اكرهش، يعني ما اكرهش انه ياخد افريقيا، ما اكرهاش يعني. لا الدوري لا هكرهها طبعا. الدوري اصل انا ما بنافسش في افريقيا، انا مالي ما ياخدها ولا ما ياخدهاش يعني. والدوري انت مش بتنافس اصلا. لا ما انا هناخده. تاخد ايه؟ طب سجل الجمله دي. هناخد الدوري ولو خدنا الدوري. انا بقول لك ثالث. انا بقول لك ثالث. انا هو الدنيا هو الفيديو والتيك توك والدنيا هتشتغل. صدقني الفيديو ده انا بقول لك الاهلي ثالث وعلى راي مروان سري العب ماشي العب وهكسب. لا احنا بنكسب صدقني. هتشوف انا بقولها انه صدقني هيتقطع الفيديو ده. الاهلي ثالث السنه حلو. انت قلت ثالث وممكن يبقى رابع. انت قلت وانا قلت صح. تعالى نتفرج بقى. تعالى نتفرج على خير. هنكسب بيراميدز وهنكسبكم. انت ايه الثقه دي؟ على اللي انت عاوزه صدقني، على اللي انت عاوزه هنكسب بيراميدز. هو الموضوع يعني كوره يعني الحماس ده جايبه عشان الاهلي وانت اهلاوي وجرينتا. اقل فتره شفتها في حياتي للاهلي هي الفتره دي. تمام. انا الفتره دي سيئه. يعني الاهلي مفيش حاجه فيه بس حلوه ولا منظومته الدفاعيه ولا حتى الجول كيبر اللي انا كنت طلعت بعد ماتش مصر واسبانيا قلت شوبير حارس مصر الاول ده مسوحكم. معرفش ليه. انا بحبه بس مسوحكم. خط الدفاع مسوحه. خط الوسط الوحيد اللي فيكم امام عاشور. طيب هقول لك جمله في مثل حلو بيقول لك ايه؟ العبره بالخواتيم. يا دي العبره بالخواتيم. يا عم انا بتكلم لسه فلنستقر لاخر مجد لله. ماشي. قول مجد ليك يا رب. مجد ليك يا رب. ممكن طلب تكلمني كوره؟ كوره انسى بقى الحماس والجري. ماشي. كوره مين اللي ياخد الدوري السنه دي؟ بيراميدز. عملت لي زي الثاني اللي طلع قال لك جمهور الاتحاد احسن جمهور في مصر. انت قلت لي كوره، انا بقول لك كوره. انا بالنسبه لي بيراميدز. انت لا منافق يلا. لا بيراميدز عمل ايه؟ ما انا كسبته خالص. ماشي على جامد. انا كسبته. عملت ليه ماتش على مين احلى سكواد في الدوري اصلا؟ انا مالي سكواد بقول لك كوره. ماشي وهما بيلعبوا كوره حلوه. هو في حد بيلعب زي الزمالك؟ الزمالك ده بس واخدين الجرأه دلوقتي. لو وقعت ماتش واحد طيب هتناموا على وشكم بقيه الموضوع. ان شاء الله مش هنوقع ماتش. ما انا بقول لك هو ماتش ده ماتش. لا ام بي انت بتتكلم في ماتش في دوري وانت اوريدي فارق. انت عارف الماتش ام بي ده؟ لا ماتش ببطوله زي بيني وبينك 8 فرق. ماتش ببطوله زي بتاع النهارده.
يحصل ايه بقى لو خسرنا؟ مش هيحصل بعينك فاكرني هخسر طب زيك. ما كان هناك كان هيخلص، طب ما كان هيخلص تعادل هناك ولولا الجون بتاع الفار والراجل لغاه وبتاع وعدينا. هو مش لازم نلغيه ده يعني. هو التحكيم ده على اي حاجه ضد الزمالك يعني ما هو اي حاجه عكس الزمالك يبقى التحكيم ماشي ضدها. لا انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه باللي حصل هناك، التحكيم ما حصل تدخلش إيه؟ فيه. هي بس الكوره مش هاند بول. هاند بول انا ما قلتش حاجه يعني. طب ما هي بتاعتنا عم مش هاند عادل بول. الكوره هاند بول ولا مش هاند بول؟ بتاعت بلوزداد. طب وبتاعتنا احنا مش هاند بول يا عم عادل؟ لا مش هاند بول. ايه اللي مش هاند بول؟ ده الكوكب كله كوكب إيه؟ قاعد بيتكلم في نظريه المؤامره حكم من الكرة. استاذ محمود. ايوه ما انا شفت الصوره لازم تحرق يكرر. الدم. حكم انا بقول لك يا عم اوفا، انا بقول لك هو اسمه اوفا ولا اوفا؟ حكم اسمه محمود وفا. انا بقول له اوفا عشان انا قريتها اوفا من ساعتها هي جايه معايا اوفا، فانا جايه معايا اوفا. يا عم اوفا انا بقول لك انت احسن حكم في مصر. لا بقى ده بس بقول لك على حاجه بس بقى رايح تلعب كاس عالم. اقول لك حاجه ايه؟ اتحاد الكوره كرمك. حاجه تاني؟ مش حاجة حاسس تاني؟ مش حاسس ان هم عايز جايين حاجة علينا؟ تاني؟ مش حاسس ان هم جايين علينا؟ يعني مش حاسس ان الموضوع كده اللي هو في قاعده كده طبخه كده انه تسمح لي أقول لك لا، شيء؟ قول لي شيء. خلينا نقول ضربه الجزاء مش ضربه جزاء ماشي. وان هم جايين عليكم. حلو؟ لا قصدك ضربه جزاء، ضربه جزاء. يعني وهم ضربة جايين جزاء علينا. وهم جايين علينا. هم جايين. هل كل اللي بيحصل ده هيرجع الاهلي حقه؟ لا طيب هل مهما تظلم الزمالك وانبي والاهلي والاسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز ومش عارف ايه الاهلي، ما هو بيراميدز لحد دلوقتي بيتظلم ان هو ليه الدوري صح وانت مقتنع بيبكي على الاطلال. وانت يا عم خلاص مش المحكمه حكمت وقال لك الدوري اهلاوي يعني مفيش حاجه بتتغير خلاص صح؟ الا المغرب. معلش ماشي صرف على المغرب. والله العظيم الموضوع الوحيد اللي في تاريخ حياتي. هل الحوار ده الاهلي بيعمله ده هيغير حاجه؟ لا. طب بيعملوا ليه؟ انا عايز رد من واحد اهلاوي شيك وجهة نظر أنا؟ قاعد قدامي اهو. ماشي. قول لي هقول لك انا بيعملوا وجهه ليه؟ نظري. ايوه انا اقول لك بيعملوا في ايه؟ في شقين. شق ليه علاقه ضغط. الله ينور عليك، ضغط. ده شق ده بتاعهم. بلاي يعني. وشق تاني يا باشا كل شيء مباح في الحرب. شق تاني بيخوف. شق تاني غير لا في شق تاني انا مقتنع بيه كماجد ان هو ليه علاقه باللعيبه، ان هو عمال يصدر للعيبه. بص في ضغط في مشاكل في حاجه، فاللي هو ما تلموا نفسيكوا لا مش حاجه اسمها كده. واعملوا حاجه يعني. لموا نفسيكوا عشان ما نخشش في العركه دي ده كلها. شق واحد ملوش تاني انه اي حكم يحكم للزمالك وبيراميدز ما يبقاش فير ومضغوط عليه وهو بيلعب وهو بيحكم الماتش. والشق الثاني المهم او هما الاثنين واحد، انه اي حكم هيحكم الاهلي الماتشات الجايه اللعيبه اللي هيقولوا مش هيقع يقولوا ياخد ضربه جزاء. هو اللي انا عارفه ان هم وياما شفناها. غالبا عايزين حكام اجانب الفتره يا عم يجيبوا حكام اجانب. الماتش بتاع يا دي امي، هو الاهلي الوحيد اللي كل سنه في الدور الثاني يعمل حوار. معانا فلوس. طب ما نجيب حكام اجانب. ايه اللي معاه؟ خلاص ال 7000 دولار اللي مش ده بياخدوا الحكم بند دول يا باشا طول الدنيا ايوه مش ده بند موجود ان انا من حقي ان انا اجيب يا عم قول حكام بدري. أجانب. طب ما انا ببلغ من بدري. بلغ انت من لا بلغه ماشي. من امتى بلغ؟ ده بدري. هو بيتكلم على ماتش بدري. الزمالك. هو بيتكلم على ماتش الزمالك ده لسه ماتش الزمالك كمان 10 ايام ولا اسبوع. لسه 1/5. ايوه النهارده كام 10 ايام ده لسه في ايام. النهارده 17 ماشي لسه. طب انا عايز اقول لك على حاجه اوريك ان هي كوسه قول. صوت. الزمالك انسحب 2019 تقريبا او 18 من قدام الانتاج الحربي على ما اتذكر. خسر منه كام نقطه؟ 6. جدع سلام عليك. من سنتين كان في مطره والعيال عايزه تنزل تعمل البيبي على كوبري اكتوبر. اعمل ايه؟ نزلوا على نص البيت. نزلوا على نص البيتنا والله العظيم شفتهم على نص البيتنا والله عند البنزينه على نص البيت. ما راحوش الماتش. خصم قد ايه؟ 6 برضه تقريبا صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فيجي بعدها بسنه ولا سنه ونص الاهلي ينسحب يقول لك انا مش جاي. حصل. يخسروا 3. هل ده عدل؟ بس هتقول لي اللائحه ومش لائحه. هل ده عدل يا عم؟ اللائحه اتغيرت. طب احنا ذنبنا ايه يا باشا؟ انا راجل انا راجل اهلاوي. انا مالي؟ ما اعرفش بقى انا مالي وانا اللي بحطها. غير امتى؟ ما اعرفش قبل البتاع على طول. اقرا انت راجل متعلم. ماشي حلو. اقرا قبل اللي انت بتقوله ده. حلو. عشان انت كده انت بتقول سلطه. كل ده سلطه. بالنسبه لي هل اللي طلع قال ان اللائحه اتغيرت او ان هي لائحه كذا؟ ولا اتغيرت ولا حاجه. هي زي ما هي. قال لك ايه؟ قال لك ايه في اللائحه؟ قال لك الحالات اللي زي دي في حالات معينه وهي الكوارث الطبيعيه القهريه. الظروف القهريه اللي هي قال لك ما بين قوسين زلازل براكين سيول مش عارف ايه. فين رد عليا؟ انا هاجي لك من حته ثانيه. طيب انا عايز ارد عليك دلوقتي. حضرتك مين اللي طلع قال انه يا جماعه احنا هنخصم 3 نقط بس؟ مين؟ احنا؟ اي كلام. الاهلي؟ مين اللي قال؟ من الضغط اللي انتوا عاملينه. انتوا قلتوا هنسحب من الدوري يا باشا انا ماشي. ولا حاجه. طب اقول لك على حاجه انتوا قلتوها. قلتوا لو الدوري ما كملش بحكام اجانب انا مش هكمل. حلو. لو اتحاد بقى الكوره ده قوي كمل الدوري. وايه اتحاد الكوره قوي؟ ما هو اللي طلع القرار يا ابويا. انا مالي؟ انا انت كمشجع انا ضغطت وعملت اللي عليا زي ما انت ممكن تضغط تعمل عليه. انت كمشجع ولا انت كنادي اهلي؟
لا انا بتكلم يعني كنادي اهلي دلوقتي. نادي اهلي كنادي اهلي. ده غلط، ده مش فير. ليه؟ مش فير. طب ولو انت عملت كده اضغط في الملعب، العب 4-4-2 واضغط على ولو انت عملت نفس الحاجه. انا ما بعملش الحاجات دي، انا بقى في حالي، ولو انا اخري عملت- بتحجج وما باخدش حاجه. يا ابني بتقارنني انا بيك؟ انا اخري بتحجج بقول لك انا كان نفسي يا راجل، ده الانتاج الحربي الواد طلع جاب الكوره طب على راي ما اتحسبتش. على راي كابتن سيد عبد الحفيظ انا جامد، اعمل ايه؟ ما يا ابني دي مش كوره. طب اعمل ايه؟ فاهم الكلام بتاع التيك توك ده؟ في ايدي الكلام ده تيك توك حلو، يتحط لك سيجاره الكلام ده تيك توك. يا باشا انا دلوقتي اتظلمت. اتفرجت امبارح على الشامبيونز ليج؟ خدش اتفرجت شفت طبعا. مدريد لا احنا ما بنلعبش كوره بقى مقارنه بده. عارف لا دول بتوع كوره. هنا ده نقف. اخرهم ايه امبارح اللي حصل؟ طب اسالك سؤال، اخرهم ايه؟ ولا- فينيسيوس راح للحكم وتشاوميني راح للحكم ورودريجر وقال له انت مش عارف ايه، واتطردوا ومش اتطردوا وقالوا جملتين في الصحافه ومشيوا، صح؟ صح. هل لقيت مدريد منزله بيان الصبح؟ هل الدوري الاسباني نزل بيان وبيلعبوا ايه بطوله قاريه؟ هل كل ده حصل؟ لا ما حصلش، بس خلاص انت لا بتقارن مين بمين او بتقارن ايه بايه؟ انت بتقارن أنا الدوري بقارن. المصري لا مش بقارن. انا بشوف الحاجه الحلوه الصح، بحاول اقول لك ان هي دي الصح. لا احنا لو هتتكلم في الحاجه الحلوه، احنا المنظومه كلها بقى تعالى شيفت ديليت وناسس من اول وجديد. ما انا بتكلم، احنا بنتكلم في العبثيات المنظومه يا ابني. مين؟ انت اساسا انت بتقول وانا لي لوحدي رقم مين؟ انا جامد ماشي. طب وانا لوحدي؟ انا انا وانت جامد، خليك قدوه، اعمل الصح. اقول لك على حاجه، الاسماعيلي في مركز الكام؟ الاخير. عمل ايه امبارح؟ خسر تقريبا. لا طلع قال لك ايه؟ لا ما شوف، ما تابعتش. انا مش هطلع، مش هكمل الدوري وهنسحب من مسابقه الدوري العام لو كل المطالب ما اتنفذتش. ليه بقى عمل؟ ما هو شاف اللي فوق، لا بس بقى معلش، شاف اللي في الاول والثاني والثالث بيتحججوا بيضربوا في بعض كده. انا اصلا هابط بس ده بس يعني هو لو انسحب هيحصل ايه؟ ولا يعني مع كامل احترامي هو للاسماعيلي، كده انا كده بحب النادي الاسماعيلي، بحب الشواكيش بس يعني هو لو انسحب ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه ولا حاجه. ما هو كده كده هابط، هو لا يفرق معاه في حاجه. درويش عامه مش الشواكيش، ولا الشواكيش ده ترسانه. بحب الدرويش، بس هو لو انسحب هيعمل ايه؟ هيهبط. ما كده اهو رسمي فهمي اوريدي. انت الدوري اللي فات اصلا، انت الدوري اللي فات عملت حوار واتليست عشان هو ليه بقى الاسماعيلي عمل كده؟ ما هو شاف الجامد على رايك، اللي هو اصلا الجامد ده السنه دي مفيش كاس، مفيش افريقيا، وثالث الدوري وسامي نفسه جامد. ماشي، جامد بايه؟ معرفش، بظل اللي مش جامد، بالاكويبمنت والمعدات اللي معاه اللي مش جامده، بيكسر الدنيا حتى لو تكمل على خير. مش طب وليه ما تقولش ان هو طلع عمل الحركه دي عشان اوريدي هو السنه اللي فاتت جامل ولغى الهبوط، فقال لك ما يمكن لما هتهم السنه دي الغي. يعني ليه خدتها انه عشان الاول والجامدين الجامد اللي فوق عمل كذا؟ هو بص، انا الصراحه ليه خدناها كده ضد الحركه اللي اتعملت السنه اللي فاتت دي، بس انا مشفق. يعني انا بالنسبه لي ان الاسماعيلي يقع، مش كلنا متعاطفين وكلنا. مين اللي هيطلع؟ بس طب وبعدين ماشي، مين اللي هيطلع؟ يعني لما الدراويش يقع مين اللي هيطلع بقى؟ هيطلع بترول اسيوط، مش عارف ايه، بلديه محله، غزل، يعني الفرق اللي هي كامل الاحترام والتقدير ليها شعبيه، بس في الاخر فرق شركات مش فرق مصريه. فلما الاسماعيلي يقع، باقي مين في الدوري؟ يقول لي كده باقي مين في الدوري؟ عندك اتحاد سكندري ومصري وزمالك واهلي. انت كده بتكيل بمكيالين لما بتقول لي انا صعبان عليا اصلا. لا مش ما قلتلكش ما ينزلش. لا انا قلت لك انا ضد. هو اللي حصل السنه اللي فاتت كان صح لما هو لا طبعا غلط. طب بس خلاص. وليه حصل؟ ده بقى لا فيها اهلي ولا فيها زمالك، ليه حصل؟ انا دي علامه استفهام بالنسبه لي، ولا انا ما حدش عارف وما حدش عارف. خلي بالك لغايه النهارده تقريبا ما حدش عارف ايه الاكسبشن اللي اتعمل وليه. يعني ليه انا ممكن الغي ده؟ ماليوفي سقط قبل كده عادي. يا نهار اسود، ده انا كنت بلعب يوم زمان في فيفا وهم درجه ثانيه، كان معاهم بوفون كان لسه بيلعب، ومش فاكر اذا كان سقط عشان بيلعب وحش ولا عشان الحاجات عمل حاجه الحاجات اللي هي اللعب المالي النظيف. في حاجه ليها علاقه برشلونه بس هو ما عرفش يلمها. في حاجه ليها علاقه بالمال النظيف، هو ما نزلش هو عشان كان كسبان واتخصم منه مش عارف 17 نقطه ولا حاجه كده يعني. ايوه كان هي دي القصه. بس وقع ليه؟ عادي. ليه بقى؟ هو لما طبق ده على يوفنتوس ايه اللي حصل؟ بكل اتلم. لما طبق ده على يوفنتوس كل اتلم. بس طبق ده الاهلي انسحب بيديله 6 نقط عادي. الزمالك انسحب 6 نقط. خلي بالك انا مش معترض انه ده يحصل، يعني مش معترض انه لو الاهلي غلط اتحاسب. وبعدين رايحين بقى المتقر اتحاد الكوره وجايبين ناس تصور. ايه اللي شكلنا معفن. بص مش معترض يعني اقول لك سكه ودغري. انا اللقطه دي بالنسبه لي مش مهمه، يعني مش ملاش لازمه، ما كان مش فارقه لي. انا استفدت لما صورت، وهستفاد ايه لو طلع ضربه جزاء غير انه وصلت للراي العام انه الاهلي مظلوم بس. وبعدين ما انا خسرت. انا بقى بكلمك كجمهور، ما انا خسرت. وبعدين معلش انا برضو عندي كقناعه كجمهور صرف، ما انا لو قادر اكسب مكسب ب2 و3 و4 في الماتش مش فارقه لي ضربه جزاء. دي وجهه نظري من وانا عيل تقريبا صغير بتفرج على كوره. لو انا قادر اكسب مكسب، انا مش مستني انا خد حقي وبعدين لما اخسر قولوا. عارف الجمله دي هيطلع اهلاويه ممكن يقولوا لي انت غلطان عشان احنا ما بنحسبهاش كده، بس انا وجهه نظري ليه الكوره في الحياه، انا لو جامد في الملعب انا هجيب جون واثنين وثلاثه ومش هيفرق لي ضربه جزاء.
حاليا السنه دي لا. طب امال ليه بتيجي في الهجمه تصدر السنه دي لا. طب ما خلاص اسكت بقى. ما ده شغل اداره بقى، هم بقى مع نفسهم يعني ما خلاص انت مش حلو بص في هم كاداره يا صاحبي انت مش حلو بص في ورقتك وسيب الباقي يجري. انت في ماراثون العداء ده اتصاب حصل له حاجه خلاص بص في ورقته مش هيجي يشكل اللي جنبه عشان ما يجري ما خلاص ما انا هقع في الاخر شغل اداره انا ماليش علاقه بيه. يعني اقول لك على حاجه مثلا انا عجباني قوي في الزمالك يعني السنه دي ما تظلمش السنه دي. لا انا اقول لك ايه اللي عاجبني في الزمالك السنه دي. حد اللي الافيه الزمالكاويه اصلا اللي كانوا بيهاجموه في الاول طبعا ايه مش قادر افهم لغايه النهارده مش قادر افهم انا جون انتوا بتهاجموه ازاي يا جماعه؟ انتوا بتهاجموه ازاي؟ باخدها ريل انا شايل كلامي كله عن جون ادوارد لحد ما الموسم يخلص عشان انا مش الانسان اللي بيطبل مش عايز يتحط في الخانه دي. بس لا الراجل ده انا هعمل له فيلم. الزمالك لو خد بطولتين 3 الموسم ده هعمل له فيلم. وما تزعلش مني. لا ولو الراجل ده انا مش ما هتكلم دلوقتي ولو ما خدش لا انا بحب لا هي تكمل هي الكوره بطوله انا فاهم خلاص الكوره مكسب فانت كسبت الكريدت ليك خسرت خلاص انت حاولت شكرا يكفيني انه القفله اللي هو عاملها على اللعيبه انا عارفه. بص ويمكن هو لو شاف فيديو ده انا اعرفه معرفه شخصيه وما بحبش اطلع اتكلم عليه عشان الناس تيجي تقول لك تعرفه معرفه شخصيه. انا هطلع ربنا يكرمنا ونكسب وهطلع اتكلم عنه اتكلم تفاصيل. في حاجات جلت في حاجات خيشت في حاجات قلشت بس في حاجات كبيره قوي بالظبط. في حاجات اللي بيضايقني مش بس صفقات قرارات سبونسرز قفله على الفرقه اللعيبه مهمه. مين هداف الدوري؟ عدي. مين اللي جاب عدي؟ ده هو. مين مفتاح او الكي باس بتاعه الزمالك دلوقتي بيزيرا اعتقد بقى. مين جاب بيزيرا؟ هو ممكن يكون جاله منه خوان اسمه ايه شيكو بانزا ممكن يكون خلى منه احمد شيكو بس عادي احمد شريف. ما احنا عادي بس عندنا مهاجم جامد قوي حظه وحش بيتصاب اسمه عمرو ناصر اللي جاب فيه كل باك بوشكش. ففي ايه يا عم؟ انا اللي بيضايقني ان اوقات باجي اتفرج على التلفزيون الاقي فيه رموز من رموز نادي الزمالك الكبار وبيهاجموا الراجل او يجوا يشكروا في نادي الزمالك دلوقتي يقوموا عاملين ايه بقى يقوموا مشكرين في الرموز اللي هم زيهم بس موجودين في مجلس الاداره ويجي على جون ادوارد بيتمنتج اسمه والله العظيم بيتمنتج. بس انت جبت سيره حد منهم ما يحطش ما قلتش اسماء حد ما قلتش اسماء حد عشان هم نفسهم يبقوا في الحته دي مكانه ولو اتحطوا هيبقوا فشل. عشان قبل كده كان في زي هو رمز واسطوره نادي الزمالك باللي عمله باللي مش الكمال لله وحده. انا مش شرط ابقى لعيب جامد واكبر ابقى مدرب كبير. بيب جوارديولا كان بيلعب كوره على الله حكايته بس كان على الله حكايته جدا. في مدربين كتير بس انا مش مركز دلوقتي كانوا ولا ليهم ما لعبوش كوره اصلا. ايوه هو حد كان يسمع عن ارتيتا كان هو لعيب؟ تسمع عن ارتيتا لعيب عمل ايه؟ ولا اي حاجه. تسمع عن ميسي تسمع عن ميدو وليه ما مارادونا كان لعيب ومسك درب ولا حاجه شكرا بطيخ. فهو انت مش شرط انت اسطوره ليك كريدت وجمهور الزمالك يحبك ويشجعك مش شرط ان انت اسطوره في نادي الزمالك تبقى كادر او تاخد منصب في نادي الزمالك فتفيده انت ممكن توقعه. صح وده على فكره ده اللي حصل انا يعني لو انا شايف الزمالك كان ليه بيقع السنين اللي فاتت عشان ما كانش فيه كان في اسطوره حلوه موجوده بتدير او كذا ولكن هو مش ادرجي هو مش بتاع اداره مش كواليفايد. انا جبت واحد بتاع اداره ممكن يكون هو اصلا مش زملكاوي ممكن يكون اصلا هو عمره ما لعب كوره ولا لمسها ولا شراب حتى بس في النهايه بيفهم بيزنس كوره. انا مثلا بحب على فكره تجربه وادي دجله مقتنع بغض النظر بقى بيحققوا ايه كايه في الدوري مش عارف هو عنده بيزنس وايز دماغ كده طريقه تفكير انا بلعب بيها برضو زي الراجل بتاع انبي كنت اقول لك بتاع الشريعه بتاع انبي هو طلع لك يا باشا انا راجل بطلع لك الناشئين ببيع بجيب فلوس ليه قال لك انا عايز افضل في نص الجدول انا حر يا عم انا ده دماغي انا مش عايز اخد دوري مش عايز اروح افريقيا مش ناقصني فلوس انا باخد فلوسي بطريقه ثانيه انتوا اتخانقوا وانا هلعب في الحته بتاعتي. واسمي انبي هو انبي دي ما كانتش موجوده في الدوري يا عم من 10 15 سنه كان زمان شركه انبي البترول معروفه. لا طبعا ما هو في كام شركه بترول في بتروجيت ايه بقى غيرهم؟ هل دول بس اللي في مصر؟ اكيد في كتير هتلاقي بترو ماجد بترو مين اي بترو حسين بس هو عشان بيلعبوا كوره وموجودين فهو عمل براند هو عمل براند عمل اونلاين انتاج جديد اسمه ناشئين. طب انا عايز اسالك اسئله سريعه مين اللي هياخد الكونفدراليه؟ على فكره ما عنديش مشكله وراه يا عم يا رب الزمالك مش متضايق يا رب الزمالك كداب لا صدقني مش والله مش فارق لي ما انا مش في البطوله. ما تقولش ماتش طيب النهارده مش هتفرج وعد لا هتفرج عشان اكل عيشي عشان اكل عيشي. طب ان شاء الله الزمالك مين اللي هياخد الدوري؟ لا الاهلي
تاني بعد كل الأهلي. بنهري دي بقى لنا قد ايه بنهري؟ الأهلي. بقى لنا حوالي نص ساعه بنهري. الاهلي يقول لك لا يا ابني، ما انت بتقول انه مقتنع ان هو وحش، طب هتاخده ازاي؟ طيب زعل فيها. الكونفدراليه السنه الجايه. اسمع قول عادل تاني. مين هيخش الكونفدراليه السنه الجايه؟ لا ما هو يعني سؤال صعب. لو الاهلي خد الدوري مش هيخش الكونفدراليه. مين قول لي ترتيب الدوري المصري كده السنه دي؟ الزمالك المركز الاول ها، بعده بيراميدز ها، بعده ده وجهة نظر كده. المصري ها، بعده مصر سيراميكا وبعده الاهلي. لا، خلاص ده تمام. وجهة هو نظر قاله كده. انا ما قلتش حاجه. انت قايله. لا، طب مين المركز الاول؟ اللي هيروح دوري الابطال اهلي وزمالك. الزمالك واهلي. الزمالك الثاني. الزمالك واهلي يا باشا من وجهه نظري اهلي والزمالك. انا حر، انا حر، عايز اقول وجهه نظري. اسمه ماجد يا جماعه. بعد كده لما تشوفوا اي حلقه عليها ماجد ما تتسعوش، مش هشيله من الثumb. اهلي زمالك بيراميدز أكيد. سيراميكا. طب هل سيراميكا قريب من تحقيق مركز ثالث؟ انا بحب سيراميكا جدا، تخيل انا بحب اتفرج عليهم، ما اعرفش ليه، وبحب علي ايمن ماهر رمادي لما كان ايمن رمادي لما كان معاهم كان عامل شغل وعلي ماهر جامد. وعلي ماهر عنده ما تفهمش، وفي عنده عصايه سحريه يا باشا، مش عشان اهلاوي، هو عنده عصايه سحريه كده. في لعيبه تروح الاهلي، تروح الزمالك، تروح بيراميدز، تروح اسماعيلي، اللعيبه دي ما تفهمش انا بحب يعني، الثلاثي الصراحه. تحس انهم عندهم شوت داون كده، فاهم؟ بس انا في حاجه قبل ما نقفل عايزك اسالك فيها بسرعه. جمهور الاتحاد والاتحاد هم في ايه؟ هم معرف. كل ماتش قرقص يا جانب وبيحتفلوا مع اللعيبه والحق يا شاويش. تحسهم خدوا البطولة. هم مركز كام؟ سادس؟ مش عارف صدق هم سابع. فين، هم تحت يعني. بس الجمهور عامل حاله، بس حاجه مبسوط حلوه، بفريقه. ده حاجه حلوه، بس بالظبط هو يا عم راضي بالموضوع. وخلي بالك برضه لاجل الامانه، ومش عشان هو اهلاوي، ومش عشان كان بيلعب في الاهلي. انا بحب قفشه. بس لا بس لا يا جماعه عشان قفشه انا بحبه وجود لاعب جماهيري في مكان بيفرق مع الجماهير، طبعا. بس قولا واحدا. جنش وقفشه. الله ينور عليك. انا معايا واحد اهلاوي وواحد زملكاوي، والاثنين تقال، تمام. والاثنين الناس بتحبهم جدا، سواء اهلاوي بيحبوا واكس ده. منتخب واكس الاهلي والزمالك. فانت بتحس انه لا، انا عندي الجمهور عارف كده، زي ما كان زمان كده. اتفضل يا باشا. كان زمان كده مثلا عارف الكابتن ماجد بقى، ولا هو ماجد ياسين من غير سكر، يا عم. ما باكلش إيه ده؟ سكر، ما شافش سكر، فاهم؟ عارف زي ما كابتن ماجد، اللي هو انا عندي ماجد وياسين، فاهم؟ في المنتخب انا هشجع عشان دول، زي نفس القصه. انا عندي قفشه وعندي جنش، انا هشجع عشان دول. سيراميكا لما لهمش جمهور، بس هتلاقي مثلا غصب عن الاهلاويه عينه تروح مع سيراميكا شويه. ليه؟ السوليه، سعد سمير، عارف في حته بتحن فاهم كده قصدك. غصب عنك تروح فاهم. تتفرج عليه. بس طيب حاجه اخيره، قول لي. هل متخيل معايا قبل ما نقفل الحلقه ماتش الزمالك والاهلي بالساعه كام للجمهورين؟ اتمنى بامانه، اتمنى. ما هو دلوقتي سألك سؤال، هو دلوقتي 30,000 صح يا عادل؟ 30,000 دلوقتي الجمهور 30000. كل ماتش، والاستاد القاهره الساعه 75، فبنتكلم فاضل 15,000. مش يعني مش هتحس بحاجه. 7,000 هنا و7,000 هنا في ماتش الزمالك والاهلي بالساعه الكامله. اتمنى من كل قلبي على فكره، عشان هو الموضوع الكوره جماهير، والهيصه والجمهور والهات وخد والهتاف اللي هنا يرد على الهتاف اللي هنا بقى، والحاجات دي هي دي كوره. فكك بقى من على التلفزيون يعني. ماجد انا كنت مبسوط ان انا معاك النهارده. حبيبي، وأنا باذن الله يا رب الموسم ده يخلص، وباذن الله انت شاء الله. تكون متضايق وزعلان زي ما قال ان شاء الله كده، والزمالك بطل لكاس الكونفدراليه، وبطل للدوري المصري، وبطل للسوبر الافريقي، وبطل للسوبر المصري باذن الله. قول يا رب اللي اتفرج عليا مش يا رب مالكش دعوه بحاجه. واشوفكم في حلقه جديده من الديفندر. والنهارده ما تنسوش عندنا فلوج، صح؟ عندنا فلوج من ماتش الزمالك وشباب والاستاد العوده باذن الله. 45,000 مشجع يهزوا استاد القاهره. وحشوني جدا جدا. ما كنتش دعوه بماجد. سلام.